إن كثيرا من الناس يقبلون على الصيام مع تأخيرهم للصلوات، وهذا ركن من أركان الإسلام، وهذا ركن لا يستقيم إيمان العبد إلا به. عبد الله الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الصيام، فبعض الناس يقبلون على الصيام، وأقول من منبر رسول الله: لا يستقيم صوم العبد مع ترك الصلاة، لا يستقيم صوم العبد مع ترك الصلاة. وهذا ليس اجتهادا مني، وإنما هو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. توقف عند هذا الحد. إذا صلحت، ما هي الصلاة؟ ينظر في شأن صلاته، في حال عبادته، في حال أدائه للصلوات. فإن صلحت هذه الصلاة بدأ النظر في سائر العبادات من بعدها. أعرفت عبد الله؟ فإياك بعد ذلك أن تتهاون بنفسك في شأن صلاتك أو في شأن أبنائك وتعديهم على حد الله عز وجل وطاعته. مرهم بالتزام الصلوات كما تأمرهم باجتناب الطعام والشراب. هذا تكامل عباد الله يكون بالتوبة من كل ذنب، فالتأخير للصلاة ذنب، والتعدي على حد الله ذنب، وظلم الناس ذنب، وكل ذلك يحتاج العبد أن يتوب منه حتى يحصل رضا الله ورضوانه ومغفرته والعتق من نيرانه. نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يمن علينا وعليكم ببلوغ رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام.